بيبتدي المسلسل بشباب على مركب صغير في المستنقع بيحاولوا يصطادوا شيء من هناك بعيد عن عيون الشرطة، وفجأة مركبهم بيتعطل وكائن غامض بدأ يحرك المركب وواحد منهم بيقع وبيتسحب قدامهم. كانوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل لحد ما جذور شجرة بتتحرك ناحيتهم وبترفع المركب وبتخترق جسم واحد منهم. الأخير بيحاول يهرب بس بيلاقي الكائن في وشه. بعد يومين في مدرسة ابتدائية واحدة من البنات بتنزف دم من مناخيرها وبتقوم علشان تخرج، لكن فجأة بتقع فاقدة الوعي. بيوصل الخبر للدكتورة أبي من مركز السيطرة على الأمراض، وعلى ما رجعت لأمريكا كانت الحالات زادت وواضح إن في مرض بينتشر في البلدة. بتدخل أبي تشوف سوزي أول بنت اتصابت، وعلى سريرها بتلاقي شجرة غريبة بتديها للدكتور اللي بيعرفها إن في عدوى فطرية في رئة البنت. مساعد أبي هيرلين بيعرفها إن أبو سوزي مختفي من كام يوم، وبنعرف إن واحد من اللي كانوا في أول الحكاية في المستنقع. بتروح أبي لبيت آدي أبو سوزي، وهناك بتقابل صاحبها القديم مات الشرطي. ولما كانوا في البيت هي ومات بيسمعوا صوت من الدور الثاني، بيشوفوا جذور غريبة على حيطان البيت. بيطلعوا فوق وهناك بيلاقوا شخص اسمه إليك كان بيجمع أدلة، وفاجئهم بحاجة غريبة وكانت جثة آدي وجذور الشجرة لفة عليه. وبعد ما شافوا الجثة حاول إليك يقنعها تيجي معاه للمعمل بتاعه لأنه وصل لحاجات وهتساعدها تعرف تاريخ المرض، وفعلا راحت معاه. كان عامل معمل جنب المستنقع على شجر، بيعرفها إنه من 6 شهور بيعمل أبحاث في المنطقة، ومن كام أسبوع أخذ عينات من ماء المستنقع اللي لو اتخلطت بالطحالب اللي في المية بتخليها تنمو بشكل رهيب. بيوقف التجربة بسرعة بالغاز قبل ما تكسر الإزاز وتخرج، واللي وصل له إن في حاجة في المية بتشتغل على الطفرات الجينية زي السماد، وممكن تكون في دم الضحايا وبتسبب المرض. بترجع أبي المستشفى وبتشرح جثة آدي، ولما كانوا بيشوفوا العينات تحت المجهر مجسات غريبة بتخرج من الجثة، وفجأة الجثة بتقوم وبتترعب أبي من المنظر. بتتحرك الجذور في كل مكان في الأوضة. حاول أبي وإليك يخرجوا بسرعة من المعمل. بتلف الجذور على رجل أبي وبتسحبها، لكن إليك بينقذها بسرعة. عند الطفلة سوزي بتفوق وبتفك نفسها من على الأجهزة وبتوصل للمعمل، وبتنصدم لما شافت أبوها في الوضع ده. بتفقد الوعي. بتقدر أبي توصل لها وبتاخدها بعيد عن المكان. وقتها وصل إليك لمحلول ورماه على الوحش وولع فيه، وبطفاية الحريق قدر يوقفه. بتوصل المطافي والشرطة للمكان، وكانت أبي مش فاهمة اللي حصل. بتروح أبي تقابل صاحبتها القديمة ليزا، وبتعرف منها إن في شخص بيأجر قوارب بتخرج للمستنقع بالليل، وواحد منهم اختفى من كام يوم اللي كان فيه آد واللي معاه مختفيين لحد النهاردة. بتخرج أبي مع إليك يشوف المستنقع، ووصلوا للمكان المركب اللي مرفوع على الجذور. بيلاقوا هناك لابتوب، وبيطلع إليك على المركب وهناك بيلاقي جهاز غريب وبياخده للمختبر. بيختبر المادة اللي لقاها وكانت مسرع بيولوجي زي اللي خرجه من المستنقع، وفي حد بيحطها جوه المية. وصلت أبي إن ده هو اللي بيساعد الجرثومة اللي في المية وبتصيب ناس كتير. وعلى اللابتوب قدر يحدد أماكن صناديق أكتر فيها المسرع جوه المستنقع، وقرر يروح لها. وفعلا راح وبدأ يخرج الصناديق، ولما كان بيعمل كده ظهر راجل غامض على مركب تاني وضربه بالنار علشان يضمن إنه ميت. بيرمي ديناميت على المركب بتاعه، بس كان إليك نط في المية قبل ما تنفجر. كانت أبي لسه في المختبر وشافت الانفجار واتحركت فورا. كان وقتها إليك خرج من المية وبدأ يزحف لمكانه، وبتلف حواليه الجذور وبتسحبه لجوه المية، وكانت بتتغذى عليه. وصلت أبي لمكان الحادثة ومش بتلاقي إليك، وفجأة حست بحركة تحت المركب، ومرة واحدة الجذور بتخبط مركبها وبتقع في المية. حاولت تهرب ووصلت لمكان لقت جثة وجذور خارجة منها، ولما بصت وراها لقت الجذور اختفت، وفجأة خرج وحش غريب من المية وبدأ يقرب منها. قدرت أبي تهرب منه بس كان بيبصلها وشكله عارف. أبي جابت الشرطة المكان يدوروا على إليك، عرفتهم إنها شافت مخلوق شبه الإنسان بس محدش صدقها، وفعلا كان الوحش في مكانه وبيقطع الأشجار من عليه وبيصرخ. كانت الطفلة سوزي بتحس باللي بيحصل للوحش، وعرفت الكلام ده للدكتور هيرلين. بتصحى أبي على خبر إن في حالتين جدد. بتروح لشخص معروف في البلد اسمه إفري، وكان أبو صاحبتها اللي ماتت من فترة، علشان يساعدها تدخل معمل إليك اللي كان واحد من رجالته، لكنه رفض لأنه كان بيدفع لإليك علشان الأبحاث دي وما ينفعش تروح للحكومة ببلاش. في المستشفى اختفت سوزي من أوضتها. بيقابل إفري الدكتور جيسون اللي بنعرف إن هو اللي اخترع المسرع اللي بيتحط في المستنقع لإفري علشان يستخدمه لشغله ويكسب منه فلوس. لما عرف إنه بيعمل أمراض، جيسون قال إنه مستحيل المسرع بتاعه يعمل كده. بيطلب منه إفري إنه يصلح الموضوع ده لأن مركز الأمراض فتح تحقيق وممكن يتعرف إنه هو السبب وقتها هيأذيه. كانت أبي عرفت إن سوزي هربت. وصل اتصال اللي مات من صاحب قوارب إنه لقى صور بتاع المستشفى، وعرفت أبي إن البنت ركبت قارب رايح للمستنقع، وفعلا كانت البنت متخبية في قارب والشرطي صاحب المركب مش شايفها.
بيوصل الشرطي وبيشوف مركب في المستنقع وراح يسألهم بيعملوا ايه. كانوا بيسحبوا صناديق المسرع من المستنقع. وقتها واحد منهم بيخلص على الشرطي والبنت كانت شايفة اللي بيحصل. بياخد الراجل المركب وبيوصل لمكان. وقتها شاف البنت بتهرب وتحرك وراها بسرعة. في اللحظة دي الوحش اتحرك هو كمان. بتتخبى البنت تحت خشب في المية. في نفس الوقت وصلت مات وآبي لمركب الشرطي وشافوه وحاولت آبي تساعده. راح مات للمركب التاني بتاع الصيادين. سمعت آبي صراخ البنت ولما الراجل كان خلاص هيمسك البنت فجأة ظهر الوحش الأخضر ومسكه بيخلي الجذور تسحبه وبتقطع جسمه. بيبص الوحش للبنت ومش بيعمل لها حاجة. ولما وصلت آبي شافت البنت جنب الوحش. أخدت آبي البنت والوحش سابهم. وهم راجعين عرفتها سوزي إن الوحش كلمها وقال لها إنه اسمه إليك. بالنهار الوحش كان جنب أشلاء الراجل اللي مات. ولما قام بدأت الحشرات تتلم على الجثة وبتجمعها. بتعرف آبي إن مركز مكافحة الأمراض هيجيبوا دواء جديد علشان المرضى لأن الوضع بيسوء. بتعرف إن فيري بعت دكتور جديد يحقق في الموضوع. كان جيسون بيشرح الجثث اللي لقوها. راحت تتكلم معاه كان شخص غريب وعرفها إن الطبيعة متوحشة وقدرت النهاردة تنتصر على البشر وهنشوف إيه اللي هيحصل. بعدها بتروح آبي تشوف مساعدها هارلين وبتنصدم لما بتلاقيه اتصاب. بسرعة بتطلب المساعدة وبياخدوه. بتقرر آبي إنها تروح لمختبر إليك. وقتها كان في صياد في الغابة من بعيد شاف حيوان ميت ولما قرب منه فجأة ظهر الراجل اللي كان الوحش موته وخرج حشرات من بقه وبتدخل في الصياد. بالليل بيروح موظف البنك الإيفري وبيطلب منه يسدد القروض اللي اداها له لأن لو الموضوع ده اتعرف هيتسجن وبيديله 24 ساعة. بتوصل آبي للمعمل وبتلاقي ملف وبتقراه وفجأة كانت الحشرات بدأت تدخل المكان. بعد شوية بتاخد آبي بالها من الحشرات وفجأة دخل عليها الصياد من الشباك وكان شكله مرعب جدا. بتشغل شعلة وبتخوفه بيها. وقتها ظهر الوحش الأخضر وبيضربه ولما بيقع على الأرض بيقرب الوحش منه وبيطلب من الحشرات تخرج منه وبيتحلل. بتسأله آبي إذا كان هو إليك. بيقرب منها وبتتأكد إنه فعلا إليك. كان مش فاكر اللي حصل له وعرفته إنها هتلاقي علاج يقاوم المرض. قال لها إليك إنه مش بيتقاوم لازم يخلصوا منه. بترجع المستشفى وبتعرف إن حالة المرضى بتسوء وبتعرف إنه بسبب العلاج الجديد اللي بيقاوم المرض. فقررت تحقن هارلين بكام نوع من السم علشان تقضي على الفيروس وفعلا جاب نتيجة سريعة مع هارلين. بالليل بيرجع موظف البنك لبيته وبيحس إن حد جوه. ظهر إيفري وحصلت بينهم خناقة بسبب إنه هدده في البيت. وقتها الموظف عرف إيفري إنه هيفضحه هو وجماعته. بيضربوا إيفري وبياخدوا للبانيو وبيخلص عليه هناك. وقتها حد بيخبط الباب وبيشوف إنها ليزا الصحفية. بياخد إيفري الجثة للغابة وبيولع فيها. جوه في الغابة كان فيه 2 داخلين يجيبوا نوع من الخشب وبيقطعوا شجرة وفجأة بتقع عليهم جثة متحللة. بتجرع واحد منهم. بيترعبوا وبيهربوا من المكان بسرعة. تود الشخص اللي اتجرح شغال مع أبو ليزا في المطعم. كان بدأ يتهيأله حاجات غريبة زي إن في تعبان على إيده وبدأ يطعن إيده بالسكينة. حاولوا يهدوه وقتها خدش أبو ليزا. بتروح آبي تقابل إليك وبتطلب منه إنها تاخد عينة من الأنسجة بتاعته وبيمدلها جذوره وبتاخد جزء منها. بتشوفها تحت المجهر وكانت مش فاهمة. حتى لما جيسون شافها كان مش عارف إيه ده بالظبط. شكلها نباتات لكن خلاياها كأنها الحيوان. وطلب من آبي إنه فاهم أكتر وهيعرف يحللها كويس. بتروح قابل صاحبتها ليزا وبتعرف اللي حصل لتود. وقتها بدأ أبوها يحس بالتعب وبدأ يشوف هلاوس غريبة هو كمان. بيمسك بندقية وبدأ يضرب في المكان. وصلت الشرطية لوسيا وأخدت السلاح منه. وقتها خدشها. بتحقنه آبي بمهدئ فورا. بتروح آبي للمستنقع علشان تعرف مصدر العدوى اللي بتنتشر دي. بتوصل للمكان اللي كان فيه تود وبتلاقي ميدالية ومفاتيح وبتنصدم بالجثة. بتصورها. في اللحظة دي ظهر إليك وعرفها إنها مش لازم تكون هنا لأن كان في ظلام مدفون هنا من زمان بس خرج خلاص وبيموت الناس من الخوف. عرفها إن الظلام هيفضل ينتقل من شخص للتاني. بتعرف إن أبو ليزا خدش لوسيا وبتتحرك فورا. بتروح تاخد ليزا وعرفتها بكل حاجة. عرفتها ليزا إن المفاتيح اللي لقيتها لأوضة في فندق حصل فيها حوادث غريبة. أولها كانت لدكتور بيطري من الحرب العالمية الأولى. لقوه على قارب بيصرخ وكأن الصواريخ بتنزل عليه. نقلوه للفندق وهناك نقل العدوى من شخص للتاني لحد ما آخر ضحية اختفت وهي الجثة اللي وقعت على تود ورجع العدوى من تاني. كانت لوسيا في حفلة عملها إيفري وبتهلوس إن حد بيطعن ابنها مات في الحفلة. كان الكل مصدوم. وصلت آبي وحاولت تهديها. وقتها واحد من الناس بينط عليها وأخد السلاح ولما كانت آبي ماسكاها فجأة بتخدشها. بتتحرك آبي فورا للمستنقع وبتدور على إليك وهناك آبي بدأت تهلوس لحد لما وصل إليك وكان بيحاول يهديها وبياخد منها العدوى. بتفوق هي. بيتحرك إليك لحد لما بيوصل للجثة اللي خرجت منها العدوى ورجعها لها تاني.
عرفها ان الراجل ده مات علشان يحمي اللي بيحبهم والجثة بتختفي. ولما سألته عرف الكلام ده منين، عرفها ان النباتات والاشجار بتتكلم معاه. عرفته ابي انها مش هتسكت وهتوصل لحل، لكن إليك بيقول لها انه خايف عليها لان دي مجرد البداية بس. كان وقتها إيفري ومراته ماريا عاوزين يتبنوا الطفلة سوزي بعد ما اهلها كلهم ماتوا، حتى هم فقدوا بنتهم. وبنعرف ان إيفري اشترى حضانة البنت من عمها. في البيت بتحس ماريا بحاجة غلط، بتطلع أوضة سوزي وبتلاقيها مرعوبة من حاجة. حاولت ماريا تهديها وراحت تجيب لها بطانية، ولما رجعت مش بتلاقيها في الأوضة. خرجت تدور عليها وفجأة بتلاقي مية بتخرج من تحت باب الحمام، ولما دخلت بتلاقي بنتها الميتة شونا بتخرج من البانيو وبتلومها انها استبدلتها بسوزي. بتحضنها الأم وكانت الصدمة انها حضنت سوزي بس عيونها بيضة. في المستنقع الغصون بتمسك إليك وبتخليه يشوف كل الجثث اللي ماتت هناك. بيفضل يصرخ علشان مش عاوز يشوف. وقتها بيقرب صياد منه وبيتكلم معاه وكأنه مش خايف منه. ولما بيرجع أبو ليزا لمطعمه بيلاقي إيفري هناك، ومن كلامه بيفهم الراجل انه بيهدده ان بنته ليزا تبطل تدور وراه، ده لمصلحته ولمصلحة المدينة. في نفس الوقت وصل جيسون لمختبر إليك وشاف آثار للوحش الأخضر وشافها تحت المجهر وكان مصدوم. كان لسه إليك بيتكلم مع الراجل الغريب اللي عرفه ان الأشجار تقدر تحكي له كل الذكريات اللي شافتها، وانها بتحذره من خطر موجود هنا يخص حد هو عارفه كويس وهيرجع تاني. ولما لمس الشجرة شاف أبي في المية بتدور على شونا صاحبتها، حاول يساعدها وقتها كل حاجة اختفت. بيوصل اتصال لأبي من سوزي وكانت عاوزة تشوفها. بتروح فورا لبيت ماريا وبتدخل تشوف البنت، لكن كانت بتتكلم بطريقة أكبر من سنها. ومن كلامها مع أبي شكت إن ماريا هي اللي قالت لها تتصرف وتتكلم زي شونا بنتها. وفجأة الباب اتقفل وعرفتها البنت إن سوزي مش هنا وهي مش هتسمح لأمها تستبدلها أبدا. ومرة واحدة ظهر شبح شونا وشكلها يوم ما ماتت غرق. أبي مش بتخاف وبتعرفها إنها مش شونا لأنها ماتت. عرفتها سوزي إنها ماتت بسببها. ولما أبي مشيت شبح شونا اللي جوه البيت عرف أمها إنه مش هيقدر يفضل في جسم البنت دي كتير، وطلب من ماريا تيجي معاه للمستنقع، هناك هيعيشوا مع بعض للأبد. كانت الشرطية لوسيا رايحة تتكلم مع ريفي، الشخص اللي كان قريب من مركب إليك لما انفجر، ومن كلامه كان بيقول إن ابنها مات هو اللي نفذ الجريمة دي. ولما بدأ يهدد ابنها سحبت سلاحها وخلصت عليه فورا. وقتها كانت أخدت سوزي ماريا للمستنقع، وهناك شافت بنتها بتناديها. اتحركت ماريا ناحية بنتها، وصلت أبي بسرعة وشافت سوزي الطبيعية وبتعرفها إن ماريا نزلت المية. اتحركت أبي فورا وفضلت تعتذر منها لأنها السبب في موت بنتها. اتضايقت ماريا وحاولت تموت أبي، وبعد مقاومة قدرت أبي تفلت منها. ولما حاولت ماريا تخرج فجأة بنتها شونا بتسحبها. فضلت أبي تنادي عليها، ومرة واحدة خرج إليك من المية وهو شايلها وكان أنقذها من الموت. ولما سألته إزاي عرف إنها هنا بيقول إنه شافها وهي بتتألم تحت الجسر. كانت مش مصدقة لأن شونا ماتت من 14 سنة. وقتها بيلمس الشجرة وبيلمس أبي وبيخليها تشوف معاه اللي الشجرة شافته. بنرجع ليوم الحادثة وبنشوف اللي حصل لما كانت أبي وشونا على الجسر، وكانت شونا عاوزة تنط زي ما كل الشباب أصحابها عملوا. في اللحظة دي أبي زقت شونا ووقعت في المية، ولما ما خرجتش من المية نطت وراها تلحقها. بتطلع شونا كانت بتهزر، لكن مرة واحدة حد سحبها للمية وكانت مش قادرة تسبح وماتت. وعرفت أبي إن في حاجة أخدتها. وصلت الشرطة وبيختفي إليك. عند ليزا كانت مروحة وفجأة ظهر رجالة إيفري وهددوها، لكن ضربت واحد منهم. ولما صاحبها دانيال جاي يساعدها واحد منهم ضربوا على راسه وهربوا بسرعة. وقتها إيفري بيقابل جيسون اللي بيعرفه إن في كائن حي في المستنقع ولازم يمسكوه ويعملوا عليه اختبارات. بيديله اسم أفضل صياد ممكن يساعده يلاقي الكائن ده. في الغابة بيشوف إليك حد صايد أرنب، وفجأة رجله بتدخل في فخ بينضرب عليه إبر مهدئة، لكنه بيكسر الفخ وبيهرب. وبيرجع يهاجم الصيادين اللي بدأوا يضربوه بالرصاص لكنه ما أثرش فيه. بيضرب إليك الشجر وبيطير خشب بيصيب الصيادين. بيقدروا يركبوا القارب وبيهربوا. وقتها جوه المعمل جيسون بيحقن مادة جوه كيس محلول. كانت أبي وليزا عند دانيال وعرفتها ليزا اللي حصل وإن إيفري هو السبب لأنها بتحقق وراه، وبتقرر تبطل تعمل كده. وطلبت من أبي تمشي لأنها السبب برضه. بتروح أبي تتكلم مع إيفري اللي كان في المستشفى علشان مراته، وبتسأله لو كان هدد ليزا وبعت رجالة وراها. وقتها حذرها إيفري لأنه بيعتبرها زي بنته، وطلب منها ترجع للمدينة اللي كانت فيها. بس أبي مش بتهتم وطلبت منه يبعد عن ليزا. بتروح أبي تشوف الاتنين الصيادين اللي كانوا بيطاردوا إليك اللي وصلوا للمستشفى، وبيدعوا إن كان في كائن بيطاردهم في الغابة. كانت أبي مش مصدقة إنه يعمل كده بدون سبب. في نفس الوقت بتتكلم الشرطية لوسيا مع ابنها الشرطي مات،
وبتواجهه باللي عرفته عنه وإن هو اللي خلص على إليك وفجر المركب بطلب من إيفري. في الأول بينكر، بس بعدها عرفها إنه عمل كده علشان محتاج فلوس، وبيقول إنه شغال دلوقتي معاه. عند دانيال بتجيله ممرضة وبتحط له المحلول اللي جيسون كان حقنه بمادة، ولما دخل جسمه فجأة بيصحى وكان حاسس إنه بيتحرق من جوه، حتى ليزا ما قدرتش تلمسه. دخل عليهم جيسون وكان مصدوم إنه صحي. بياخد دانيال هدومه وبيمشي وكان جسمه بيطلع دخان. كانت أبي راحت تشوف إليك وبتعرف إنه كان بيدافع عن نفسه. وقتها وصلت الشرطة وبيقول إليك إنهم هنا علشان الموضوع ده مش هينتهي. وصل مات وشاف آثار ضخمة على الأرض وقرر يتبعها. ولما وصل لمكان فجأة قابل أبي وبيسألها بتعمل إيه هنا. وقتها ظهر الوحش ومسك مات وكان الوحش هيخلص عليه، لكن أبي طلبت منه يوقف وفعلا سابه. عرفته أبي إن الوحش ده هو إليك والمستنقع غيره. كان مات مش مصدق، ولما أصحاب مات سألوه لو كان لقى حاجة. طلبت منه أبي ما يعرفش حد إن هنا لأنها بتحاول تساعده. بيعرفهم في اللاسلكي إنه ما لقاش حاجة. بالليل كانت مرات جيسون نايمة. فجأة ظهر دانيال على شباكها وعاوز يشوف الدكتور. بيعرفوا جيسون إن شفاؤه تم، لكن في شوية آثار جانبية هو هيحلها. بدأ يخرج نور أزرق. وفجأة وصل إيفري وهدده بالبندقية. وقتها خرجت مرات الدكتور وحقنته بمهدئ. كانت أبي مع إليك الوحش في المعمل بتاعه، ومن إيده بتخرج وردة بتطلع مادة غريبة بتخليها تشوفه على شكله الطبيعي. بيعرفها إن ده نوع من الهلوسة. ومن كلامهم عرفت إن في منطقة في المستنقع فيها نباتات وأشجار خطيرة جدا، وتقريبا هي اللي بدأ منها الشيء اللي أصاب إليك. بتقرر تروح هناك ممكن تلاقي حل لمشكلته. بتروح لوسيا تهدد إيفري إنه يبعد عن ابنها، وبتعرفه إن إليك لسه عايش. إيفري مش بيصدق الكلام ده، لكنها عرفته إن مات شافه لكنه مشوه شوية بالنباتات. بتروح لوسيا مع إيفري للمستنقع علشان يمسكوا إليك وتبرأ ابنها. كان إليك مع أبي في منطقة الأشجار فيها متضررة بسبب السموم والمسرع اللي بيترمي فيها. بتروح أبي تاخد عينة من شجرة، وفجأة جذور بتمسكها وبتجرح إيدها. بيساعدها إليك وبيهربوا مع بعض وقت ما كانت الأشجار بتنهار وراهم. عند لوسيا كان إيفري ماشي معاها وفجأة رفع السلاح عليها. بيقول لها هو فاهم هي جابته هنا ليه، وبيفكر إنها عاوزة تخلص منه. حاولت تهديه لحد لما ابنها وصل وضربه على راسه وبيفقد الوعي. وكانت فعلا متفقة هي وابنها يجيبوه هنا ويخلصوا منه علشان كل حاجة تموت معاه. أخد إليك أبي للمعمل بتاعه، وهناك عرفوا إنها تعرضت لنوع من البكتيريا آكلة اللحوم. كانت العدوى بتنتشر بسرعة في جسمها ومش هتعيش لحد المستشفى. وطلبت من إليك يساعدها بأي حاجة. عند مات وأمه بيصحى إيفري وبيصدم مات إن هو أبوه. وقتها مات وأمه بيتخانقوا مع بعض، وده بيدي فرصة لإيفري يسحب سكينة كانت في المركب وبيطعن مات بيها. بتضايق لوسيا وبتضربه بالنار. بيقع في المية وبتفضل تضرب في المية علشان تخلص منه. كانت لسه أبي في حرب جوه جسمها. بيحاول إليك إنه يتحكم في النباتات وبيخرجها من جسمها. وفي العملية دي كانت أبي بتتلوى من الألم اللي حاسة بيه، وفجأة بتسكت. بعد فترة رجعت فائت وبقت حالتها أفضل، وبتشكره إنه أنقذ حياتها. لوسيا بتحاول تاخد ابنها المصاب ودكتوره، وبتروح بيت ماريا لأنها مش هتنفع تروح المستشفى. وبنعرف إن هي مع ماريا كانوا متفقين يخلصوا من إيفري، وبتقول لها لوسيا إنه مات. بتخطط ماريا إنها تاخد كل أبحاثه وممتلكاته وتاخد التمويل ليها هي لوحدها. بنروح لأبي اللي كانت خلاص هتمشي وعرفته إنها هترجع تاني يوم. وقتها إليك عرفها إنه خلاص اقتنع إن في حاجة كبيرة خلته يبقى هنا، يبقى جزء من حرب المستنقع، وبيطلب منها ما تجيش هنا تاني. بس كانت أبي مش هتسيبه، وهتاخد العينة اللي جمعتها وتروح بيها لمركز مكافحة الأمراض عشان تختبرها كويس. وقتها في المستنقع بنشوف إن إيفري بيخرج من المية وكان لسه عايش. بيطلع النهار عليه وهو لسه في المستنقع، وبدأ يشوف هلاوس غريبة. الجو بيليل عليه، ومن الهلاوس بتاعته بنعرف إن أبوه اتسحب من جذوع الشجر واترمى في نار هناك. بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في معمل بتاع إليك. وهناك شاف إليك واتكلم معاه عن التخريب اللي كان بيعمله في المستنقع. وبسبب اللي كان بيعمله حصل عدم توازن وأطلق قوى الظلام الموجودة هنا. وإليك شايف إنه اللي حصل له ده إنه تحول لوحش، ده علشان يحمي المستنقع من أمثاله. حاول إيفري يقنع إليك إنه يقدر يساعده ويرجع لطبيعته، بس يوافق يجي معاه للدكتور جيسون، وعرفه إنه هيمشي وهيرجع له تاني ومعاه الدكتور. عند أبي بترجع المدينة وبتودي عينات اللي جمعتها للمعمل. بالليل بتقعد مع هارلين وبتعرفه موضوع إليك. في الأول كان مصدوم بس صدقها بعد اللي شافه في البلدة الغريبة دي. ولما هارلين نزل
نزل من عندها فجأة ناس بيخطفوه. تاني يوم لما راحت تقابل شغلها عرفت ان العينات اللي جابتها اتحطت تحت الحماية الكاملة، ولما سألت عن هارلين المديرة عرفتها انهم بعتوه لبلدة تانية لان في انتشار فيروس هناك. طلبوا منها انهم عارفين ان إليك لسه عايش وانه بيوثق فيها تخليه يسلم نفسه علشان ممكن يكون مضر لانه مصاب بفيروس. رفضت تقابل الكلام ده وقررت ترجع للبلدة. بيروح إيفري للدكتور جيسون وبيعرفه انه شاف إليك، ولما إيفري سأل الدكتور لو كان فعلا يقدر يعالج إليك ويرجعه الراجل طبيعي، الدكتور قال له هم ليه يعالجوه؟ ده اكتشاف عظيم، خلايا بتتجدد وده يقدر يخليهم يلاقوا علاج لأي مرض ومحدش بعد كده هيخاف من الموت، وإيفري هيتحول في يوم وليلة لأغنى راجل في العالم. وفعلا بالليل راح إيفري مع الدكتور جيسون للمستنقع وبينادوا على إليك. ظهر الوحش وكان جيسون مبهور بيه وبيسألوا إليك لو يقدر يخليه راجل عادي. عرفوا جيسون ان العالم مليان ناس عاديين لكنه هيحاول، ولما طلبوا منه يجي معاهم رفض، وبيعرف ان معاهم ناس تانيين. بيمشي من عندهم وبيشوف الصيادين محاصرينه من كل مكان، وفجأة بدأوا يضربوه بالنيتروجين لكنه قومهم كلهم وبدأ يخلص عليهم لحد ما إيفري ضربه بالرصاص وده عجزه لفترة والباقي بيجمدوه. بتوصل قابل المكان هي كمان وبتشوف بقايا المعركة اللي حصلت. بينقلوا الوحش للمعمل الجديد اللي عملوه هم مجمدينه. بيروح جيسون علشان يبدأ يشرحه ويشوف تركيبات الكائن ده. وقتها كانت أبي وليزا راحوا بيت جيسون، وبتشوف أبي حالة مراته الصعبة بسبب الزهايمر، وبتشوف ليزا صورة لمكان كانوا عاملينه مختبر بحثوا فيه أملاك إيفري وعرفوا مكان المعمل الجديد. وقتها جيسون كان بدأ يشرح في الوحش، وفجأة وهو شغال بيصحى كان عمال يقطع فيه وإليك بيصرخ من الألم، وعرفوا إنه حاسس بألم، لكن جيسون قال له إنه مش شايف أي مستقبلات حسية يخدرها، وبدأ يخرج أعضائه البشرية اللي كانت كلها مش شغالة. واللي قدر جيسون يوصل له إن إليك مش إنسان دلوقتي، لأن بعد الانفجار اختلط جسمه بالمادة اللي اترمت في المستنقع، وده خلى النباتات تستولى على جسمه، وهو دلوقتي شجرة على شكل إنسان بوعي إليك. عند إيفري راح يشوف مراته وكان بلغ عنها مستشفى الأمراض العقلية بسبب إنها بتشوف بنتها الميتة وكانت هتأذي نفسها في المستنقع، وكان بيعمل كده علشان ينتقم منها بعد اللي عملته معاه. بتوصل أبي وليزا للمعمل وبيتسللوا لجوه بعيد عن الحراس. وقتها بتعمل أبي صوت والحراس بيسمعوها، وعشان تهرب منهم بتطفي الكهرباء. وفجأة ظهرت قوة زرقاء غريبة خلصت على واحد منهم، كانوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وفجأة ظهر شيطان وبدأ يخلص عليهم. وقتها أبي وليزا شافوا الشيطان اللي خلص على كل الحراس وكانوا مصدومين. وقتها الحراس بيطلبوا من الدكتور يمشي لأن المكان مش آمن. بتوصل أبي للمختبر وتشوف إليك بس كان مش بيتحرك. ليزا مصدومة من المنظر. فجأة بيصحى وبيتكلم معاه، بتفكه، بيطلب منها تغير الضوء الأخضر لأنه مش بيساعده يتجدد تاني. وفعلا لما غيرته بدأت خلاياه تتجدد مرة تانية وبيصحى، وبيقرر يرجع للمكان اللي انفجر فيه القارب اللي كان راكبه علشان يفهم الحقيقة. بتروح ليزا تعرف ايه اللي ورا الشيطان الأزرق اللي انقذهم، وبتروح أبي ورا إليك. في نفس الوقت كان مات الشرطي سايق العربية وهو سكران ومش بياخد باله من الطريق وبيخبط في عمود. بيرجع جيسون البيت وبيلاقي مراته أخدت كل الأدوية بتاعتها مرة واحدة. بتدخل في حالة غريبة وبتاع في إيده. بيوصل إليك للمستنقع وبينزل المية مكان ما انفجر المركب، وأبي بتستناه بره. وبعد لحظات خرج إليك من المية وهو شايل جثة، وبيعرف أبي إن ده هو إليك، أما اللي هو عليه ده نسخة من وعي شخص متوفي. كانت أبي بتحاول تهديه وبتعرفه إن هو إليك، وفجأة بيقوم وبيعرفها إن في رجالة جاية والمرة دي بشكل مختلف ومش هيسيبهم المرة دي يأذوه. بنشوف الدكتور جيسون اللي ربط مراته على كرسي وكانت حالتها غريبة، بدأ يطلع الأعضاء اللي أخدها من إليك علشان يشتغل على الخلايا التجديد اللي فيها ويقدر يرجع عقل مراته لوضعه السليم. في المستنقع كان في جيش كامل داخل هناك علشان يمسك الوحش. بتروح ليزا لبيت دانيال وعرفت ان هو الشيطان الازرق. كان دانيال في قوة غريبة حبساه في المدينة دي علشان ينفذ مهمة وشكله نفذها، وقدر المرة دي يخرج بره حدود المدينة. كانت الجنود بدأت تتحرك في الغابة، وفجأة ظهر الوحش الواحد من الجنود وخلص عليه. بتتحرك الجنود الباقية تدور عليه، وعلى ما وصلوا كانت الدنيا ليلت والمطر اشتغل، وبيشوفوا جثته متعلقة على الشجر. وفجأة من حواليهم بدأت جذور الأشجار تهاجمهم لحد ما ظهر الوحش بنفسه وبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني، وشوية منهم هربوا، لكنه بيطارد الراجل اللي جابهم هنا وبيمسكه وبيخوفه علشان يرجع للناس ويعرفهم اللي الوحش يقدر يعمله، ويخوفهم يقربوا من المستنقع أو يفكروا يخربوه وبيسيبوا يمشي. عند جيسون بيجهز القلب اللي خرجه من إليك وكان هيأكله لمراته، بس الأول بيجربه على نفسه. وفجأة بدأ يحس بحاجات غريبة وبيها على الأرض، ولما بيرجع يصحى بيحس بقوة غريبة، وبيعرف مراته إنه دلوقتي حاسس بالطبيعة من حواليه. وقتها وصلت أبي للبيت
ولما شافت ان مراته اخدت جرعة الدواء كلها اتصلت بالطوارئ، لكنه رمى التليفون منها وعرفها ان هو اللي هينقذ مراته ومش هيسمح لحد يوقفه. كان مات انتقل للمستشفى، وامه عرفت انه عمل الحادثة دي وهو سايق. وقتها بتنصدم لما شافت افري جاي يزورها، عرفها انه مسامح مات حتى بعد كل اللي عمله معاه لانه ابوه. قال لها ان ماريا دلوقتي في مستشفى الامراض النفسية وهيتطلقوا قريب، وفي الاخر ممكن يكونوا مع بعض ويبداوا من جديد هما التلاتة. لوسيا مش بتصدقه وحذرته علشان يبعد عنها وعن ابنها. عند جيسون كان هيأكل مراته اجزاء من جسم إليك، ولما ابي حاولت توقفه فجأة بيمسكها وكان هيخنقها، ولحسن حظها وصلت الشرطة وانقذتها لان الاتصال بالطوارئ كان مفتوح لما تليفونها وقع. جت الاسعاف واخدت الست والشرطة قبضت على الدكتور. كانت لوسيا خارجة من المستشفى وركبت عربيتها، بتتفاجئ ان افري معاها وبيطعنها وبياخدها بالعربية وبيرميها في المستنقع. كانت لسه صاحية في شنطة العربية وبيستمتع افري وهو سامعها بتستنجد لحد لما غرقت تماما. بتروح ابي المعمل وبتقابل الوحش هناك، كانت جاية تطمن عليه بعد اللي حصل. عرفها ان وجودها هنا ملوش لازمة، مفيش حاجة تقدر تعملها، إليك خلاص مات. عرفته انها هنا مش علشان تحاول، هي هنا علشان تهتم بيه، وبتقول له انها عاوزة تعرف اكتر عن المكان هنا من خلاله. قال لها انه كان مخطط يمشي بس فكر ان كده مش هيشوفها تاني. بتعرفوا ابي انها مش هتروح لاي مكان، وهما الاتنين هيواجهوا كل حاجة هنا مع بعض. وبس كده. لو عجبك المسلسل اتأكد انك تضغط على الاعجاب وتشترك هنا بالقناة وفي القناة التانية اللي اسمها فيلم بسيط، وما تنساش تفعل زرار الجرس. سلام.